أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة مجيد وطول زمان. أخي لن تنال العلم إلا بستة أمور سأخبرك عن تفصيلها ببيان: الذكاء، نباهة، الفطنة، العقل، التفكير، التركيز. ذكاء وحرص، إذا كان يمنعك حر المصيف وبرد الشتاء وكرب الخريف وحسن الجمع الغابي عن أخذك العلم وأخذك العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكاء وحرص واصطبار، الصبر والمصابرة. يا أيها الذين المصبر والصابر وابطوا واتقوا لا تفلحون. واصبر وانصبك إلا بالله واصبر فإن العقل والتقى واصبر فإن الله إن الله مع الصابرين. الصبر كالصبر مر في تذوقه لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل الفراج لما يفصل بنظر بالحساب. الله يؤكد على الصبر في الزاد. اصطبار وبلغة الزاد ما يحتاجه العلم، أخلاق العلم، وإن خير الزاد التقوى قاع. واصطبار وبلغة وصحبة مجد صحبة أستاذ العلم وخرج من أفواه الرجال بالشرح والتفسير ماشي من الكتب. وكان كذلك ما يحتاج المدارس، معاهد، جامعات. وصحبة مجيد وطول زمان. العلم بحر لا ساحل له وما أوتيت من العلم إلا قليلا وفوق كل علم عليم. العلم 3 أشبار: مع المنشب الأول تكبر، ومع المنشب الثاني تواضع، ومع المنشب الثالث تعلم أنه لا يعلم شيئا. شوفوا الطبيب كي يكون دكتور فاش حنجرة، الراس، الدماغ، الأعصاب، شي حاجة واحد العضو أخذ من نصف حياته. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حياكم الله.